ثم يعني استخرت الله تبارك وتعالى في أن أفاتح زوجتي، فاتحتها وهي عاقلة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي سائر زوجاتي. عاقلة لم ترفض، إنما سكتت ويعني طلبت بعض الوقت. بعد فترة من الزمن، ولأن هي عندها مشاكل أخوات وعارفة الأخوات، وطبعا تعرف اللي بتأتي تحكي مشكلتها لا يخلو المجلس من دمع كثير. تقعد الست تشتكي تبكي وتبكي حالها وتقول حالات صعبة جدا يعني. فهي عندها فكرة عن المسائل، رقت لهذا الأمر. المهم أنها وافقت. بقيت مشكلة كبيرة جدا، وهي أمي رحمة الله عليها وحماي رحمة الله عليها. ماذا نفعل أمام هذا المجتمع يعني؟ فأقدمنا على هذا الأمر وتممناه، يعني العقد يعني دون أن يدري أحد. ما أعلنا هذا إلا بعد كتب الكتاب يعني، أو العقد كما يقال يعني. بدأت المشاكل من كل ناحية، فالذي يعني أنجح التجربة هو صمود زوجتي. كانت تصمد وتتلقى هي الملام. إذا لاموني أقول والله اسألوها، هي التي وافقت. إذا قالت لي لا كنت هرفض، وفعلا فعلا لو قالت لا كنت هرفض يعني. لن أتمم الأمر. إذا رفضت فعلا ووقفت لي وأبت والكلام ما كنتش أتمم هذا الأمر. هي زوجة وفية وصادقة وكويسة، طب هعكر حياتي ليه؟ تمام؟ فكنت يعني زي ما يقال أرمي الكرة في ملعبها. هي تتلقى الملام وأنا في التراب. تمام؟ بعد ما يعني أمضيت هذه التجربة، جاءتني بقى مشاكل كل من عدد. قبل هذه التجربة ما جانيش ولا واحد عدد خالص، على أساس أن أنا ماليش تجربة يعني، ولم أعش في هذا الأمر. إنما يأتي يقول طيب يعني أنت كيف عشت؟ كيف فعلت؟ طب أنا حياتي غير مستقرة. طب وأنت حياتك؟ الحمد لله مستقرة. طب كيف فعلت؟ أقول له فعلت كذا وكذا وكذا. وكنت أحكي القصة اللي كان قالها لي واحد زمان واستحضرتها. بقول لك 2 تزوجوا، فواحد حياته رأسا على عقب اتقلبت، وواحد حياته مستقرة. فاللي حياته رأسا على العقب ده جال الراجل اللي حياته مستقرة قال له يا أخي احنا 2 تزوجنا في يوم واحد، أنا حياتي نار وأنت حياتك جنة، فقول لي أنت عملت إيه؟ قال له أبدا. ليلة الدخلة بيجي طبعا في أكل وبتاع وحمام ومحشي وبتاع وحاجات زي كده، فبقول اقتربت القطة مني، قمت ماسكها دبحتها قدام الزوجة. فعرفت أن راجل شراني وبدح، فلمت نفسها من أولها وقالت لي أنا عرفت طبع الراجل ده وخلاص، ولمت نفسها وعاشت. قال له بس يعني أنت ذبحت القطة واسترحت؟ قال له آه. قال له يا أخي بسيط، كنت أقول لي كده من زمان. ذهب إلى السوق واشترى قطة وحطها في البيت وجاب لحم، وقاعدين ياكلوا، اقتربت القطة قام ذبحها. فالزوجة قالت له إيه؟ قالت له اذبح قطتك ليلة دخلتك. مش عليا يعني. ها؟ الكلام ده كنت تعمله من زمان، لكن تيجي تعمله دلوقتي لا، أنا حافظ المثل قبلك. اذبح قطتك ليلة دخلتك. واخد بالك؟ فبدأت المشاكل تأتيني، وأحمد الله تبارك وتعالى إن عشرات البيوت استقام حالتها لما جت وخدت النصيحة. لأن التعدد وكيف تسوس امرأتين ملوش كتب، إنما كتابه مدرسة الحياة، ولا بد أن تستفيد من التجربة. كل واحد يقول لك تجربة لازم تستفيد منها وتنقلها إلى حياتك إن ما كانش لها مقتضى في حياتك. مش لازم تقع على الدر رقبتك عشان تعرف إن التجربة كذا، أبداً. لابد أن تكون عاقلاً وتستفيد وتعلم أنك إذا لم تكن صالحاً لتسوس امرأتين لا تفعل.
لا تفعل. ليه؟ لأن حياتك تتكدر جدا يعني. من الأشياء، وأنا دي يعني لا أقولها كحكم شرعي، إنما أقولها عادة للنساء. الرجل إذا وصل إلى سن 40 أو كاد أن يصل يبتدي يفكر في التعدد. ليه؟ لأنه لا يكون على رأس قائمة الاهتمام عند زوجته. الأولاد بيكونوا في الجامعة تقريبا، والست بيكون عندها 5-6 أولاد، وأولاد في الجامعة، أولاد في الثانوي، أولاد في إعدادي، الكلام ده. حياة الأولاد كلها الأم هي اللي بترتبها، لا سيما إذا كانت عاملة نفسها، ما عندهاش خادمات، ما عندهاش الكلام ده، تقوم بالأعباء كلها. فتبتدي تهتم بزوجها، تهتم بأولادها أكثر من زوجها. وتبتدي زوجها في المراحل الأولى في الزواج ما كانش لا تتعشى ولا تتغدى إلا ما زوجها يرجع. لا دلوقتي بتسيب له، ده إذا يعني كانت زوجها وفية، يعني بتسيب له صينية العشاء على البوتاجاز أو على السفرة وتغطيها له، ويدخل يسمع شخيرها من على باب الشقة. نامت غلبانة مسكينة، يعني هي مظلومة في هذا، إنها بتخدم طول النهار وتعبانة، هي بشر في النهاية، فبتنام. يدخل إليها نايمة، ويلاقي إذا كانت يعني كما قلت زوجة وفية تحط له العشاء على الترابيزة والكلام ده، يدخل يتعشى وينام. قبل ذلك كان هو أهم حاجة في حياته، لا تأكل ولا تشرب ولا الكلام ده، وكل حاجة تنتظره عشان تشاركه. يبدأ الرجل يشعر إن هو بقى زي الكمثري. تعرف الكمثري؟ جيوبه وشنطته بتبقى مليانة فلوس، يروح يوردها للمؤسسة ويرجع بنص جنيه بجيبه. تمام؟ فتلاقي الفلوس ما لهاش قيمة عند الكمثري اللي بيحصل يعني الأجرة بتاع الأتوبيسات والكلام ده. الفلوس ما لهاش أي قيمة عنده، بس ما عندوش حاجة منها. تمام؟ يبدأ الرجل في ما يسمى بالمراهقة الثانية، المرحلة الثانية في المراهقة. يحتاج إلى من يهتم به، من ينظر إليه، من يشعره أنه مهم. ليست مهمته أنه ينفق على البيت بس، يورد فلوس، دي مش مهمته. فيبدأ يشعر بهذا. فينبغي إذن على المرأة العاقلة أن تهتم بزوجها ولا تهمله في أي مرحلة من مراحل حياتها. الآفة الثانية، واللي أنا بقوله ده بقوله كمشاهدة أنا رأيتها، لا أقصد حكما شرعيا بها، بس عشان النساء بالذات يفهموا الموضوع يعني، والرجال كمان يفهموا الموضوع. أيها الرجال، إن الله تبارك وتعالى جعل لكم فوق المرأة درجة، فقال عز من قائل: وللرجال عليهن درجة. وجعل الله عز وجل بين البشر مسافات، ورتب على المسافات أحكاما، فجعل بين الرجل وامرأته مسافة ورتب عليها حكما، وجعل بين الأب وابنه مسافة ورتب عليها أحكاما، وجعل بين الرئيس والمرؤوس أحكاما مسافة وجعل لها أحكاما. ما بين البشر مسافات، وللمسافات أحكام. فمما من المسافات بين الرجل والمرأة إن في حكم في يد الرجل اسمه العصمة، وللرجال عليهن درجة، فجعل القوامة للرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى قوامة الرجل على المرأة بشيئين: بما فضله عليها من قوة العقل وقوة البدن والجرأة حتى يدافع عن عرضه، وبما أنفقوا من أموالهم، أن الرجل ينفق على المرأة. إذن
المرأة العاملة تأخذ نصف قوامة الرجل. لذلك في رصدي للمشاكل التي واجهتني على مدار 35 عاماً في بيوت المسلمين، وجدت أن أكثر من 90% من المشاكل في بيوت النساء العاملات. هي تعمل مثله، ليست متفرغة له، لا له ولا لبيتها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تشاطره النفقة في البيت. أول ما المرأة تدخل أموال في البيت بقت شركة تجارية مش حياة زوجية، ويبتدوا يتقاسموا نفقات البيت. أنت عليك اللحمة والسمك والخضار، وأنا علي العلاج والمش عارف إيه، وأنت عليك إيه. بل وصل الحساب بينهم، يقول لها، تقول له إحنا ما كناش لحمة شهرين، يقول لها اللحمة عليك، اللحمة عليا، ده أنا بقالي 3 شهور بجيب لحمة. طب ما أنا بدفع الكهرباء والمية والنور وبدفع إيجار البيت. بقت الحياة كده، ما عادتش رجل وامرأة ومودة واحدة. وبما أنفقوا من أموالهم، فالمرأة التي تنفق في البيت تأخذ نصف قوامة الرجل. أنا قلت في الأول أنا ما بقولش حكم شرعي، عشان يجي واحد يقول طب ما حكم عمل المرأة؟ أقول عمل المرأة فيه تفصيل، ليس حراما دائما، وليس حلالا دائما، وليس مكروها، وليس مستحب. كل عمل المرأة زي أي حكم شرعي يندرج تحت الأحكام الخمسة. قد يكون حراما، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا. كل واحد بيسأل عن حله. ما أقدرش أقول حكم عام كده يشمل الجميع، ما أقدرش، ولا أي فقيه يقدر يقول الكلام ده. لكن هو الواقع إن المرأة إذا أنفقت أخذت نصف القوامة. عشان كده تلاقي مشاكل كثيرة جدا جدا. والسعادة لو كانت تشترى بالمال كانوا يدفعوا هم مرتبهم هم الاثنين ويشتروا السعادة دي. لا شيء مثل السعادة إطلاقا. وفي الآخر الدنيا بتمشي حتى لو مرتب الرجل كان صغيرا. حاجة تانية أنبه الرجال لها، وإن كنت أنا عارف النساء بيسمعوا برضه، بس الرائد لا يكذب أهله. أنا والله لا متحيز لا للرجال ولا للنساء. أنا أقول تاريخا، أحكي تاريخا، أحكي تجربة. من أراد أن يستفيد منها استفاد، ولا أدعو لشيء. كل امرئ حجيج نفسه، كل واحد عارف مصلحته فين. أحيانا الرجل يأتي على أول الشهر يدي المرتب بكامله لزوجته، تمام؟ ولا تفضل هذا المرتب ويصرف على البيت، وياخذ منها مصروفه على اساس المراه تدبر نفقات البيت. فتقول له انت النهارده تروح الشغل، هتركب مواصلات قد كده، هتشرب شاي في بتاعك من الكانتين ولا حاجه، النهارده كوبايه شاي قد كده، يبقى انت النهارده تاخد مثلا 10 ريال او 10 جنيه او 10 دولار اي حاجه. ده مصروفك النهارده. كده الآية انقلبت. من الأخطاء اللي أنا برضو عرفتها من مشاكل الناس إنك تدي لزوجاتك المرتب وهي اللي تعطيك مصروفك. أحد الأشياء المستقرة في فطر النساء هي حاجتها إلى زوجها، حاجتها إلى زوجها. فهي متعودة تقول لك هات هات هات. أنت لما اديتها المرتب بقت تقول لك خد. عرفت الفرق؟ الفرق لما بتقول لك هات كأنها تسمع أذنيها بحاجتها إليك. هات كذا هات كذا هات كذا. إذن هي محتاجة إليك. تمام؟ في نكتة كان زمان بمناسبة خدوا هات، إن الزوجة تقول لزوجها هات هات هات. قال لها ما فيش مرة تقولي لي خد؟ قالت لي خد البابور صلحه.
طالما عايز أي خد يعني خلاص خد البابور صلح، برضه هي هات برضه بس من ناحية ثانية يعني. هذا أيضا وجدته يصلح كثيرا من النساء، أن تشعر المرأة بحاجتها إلى زوجها، وحاجة المرأة إلى زوجها فوق كل حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسماء بنت يزيد قال لها: أي هذه، يعني يا هذه، أذات بعل أنت، أي لك زوج يعني؟ قالت: أجل. قال: كيف أنت له؟ قالت: يا رسول الله ما آلوه، أي لا أقصر في خدمته. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أدي حاجة المرأة فوق كل حاجة لأجل هذا، مش فرعنة بقى وإن الرجل يكبس على نفس المرأة لا، الكلام مش كده خالص. المرأة في مكانها والرجل في مكانه، لا فرق بين المرأة ولا الرجل إطلاقا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، إلا الفروق التي جعلها الشارع للمرأة وجعلها الشارع للرجل. القصد يا إخواني، المسلمون في ديارهم لفك هذه الأزمة في حاجة إلى التعدد. ما شرعه الله تبارك وتعالى إلا لإصلاح مجتمعات المسلمين. ما شرعه الله تبارك وتعالى حاشا لله جورا على المرأة، فقد خلقها وخلق الغيرة فيها، ومع ذلك أباح للرجل أن يعدد عليها. وأنا لا أعلم بيتا في بيوت الصحابة كان فيه امرأة واحدة أبدا. إن خلا من امرأة واحدة لم يخلو من أمة أو 2 أو 3 أو 4 أو 10. وكانت الإماء يباعن في سوق النخاسة، سوق الجواري، بيع العبيد والكلام ده. وطبعا الإماء لا يجبن إلا عن طريق الحرب فقط. مفيش دولة مسلمة تقاتل دولة مسلمة وتنتصر دولة فتقوم داخل واخدة النساء بتوع الدولة المنهزمة أسرى ولا سبايا، هذا ممنوع. إنما الطريق الوحيد لوجود إماء وسلالي في بلاد المسلمين هو جهاد الكافرين، هو ده الطريق الوحيد. وإلا فالمسلمة معصومة، لا يحل لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يسبيها. في السبايا في المسلمين، ولا جزية تفرض على مسلم، إنما هذا يفرض على دولة كافرة. أنت بتقاتلها، غلبت الدولة دي وانتصرت عليها، أخذت النساء سبايا وأخذت الرجال عبيدا، وتنصب حينئذ سوق النخاسة والكلام ده. عشان كده كلمة الجهاد بترعب أي حد، لأن مصطلح الجهاد ده مصطلح إسلامي خالص، يختلف عن الكفاح والنضال والقتال، يختلف عن الكلام ده. الجهاد مصطلح إسلامي خالص، معناه جهاد الكافرين، ده معنى الجهاد. فهو ده الطريق الوحيد لوجود سلالة الصحابة كلهم. وهناك يعني ظاهرة الحقيقة هقولها لكم تبين أن المرأة إذا خرجت في جو التعدد رضيت به. والنساء مش راضين ليه بالتعدد؟ قال لك حرية المرأة، والمرأة بقت نصف المجتمع، والمرأة لها حقوق كالرجل. وأنا سمعت الشيخ كشك رحمة الله عليه مرة في خطبة من خطبه قال: سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء. وقد أظلنا هذا العصر. كنا بنضحك زمان ونعتبره نكتة زمان، الآن أظلنا هذا العصر. النساء صرنا لهن من الحقوق أحيانا أكثر من الرجال، ومرتباتهم أحيانا تكون أكثر من مرتبات الرجال كمان. المجتمعات تنافق النساء، المجتمعات الآن تنافق النساء. مؤتمرات السكان في
بكين وغيرها من الدول كلها قائمة على المرأة، لأن الحضارات تنتهي والأمم تندثر بفساد النساء. قاعدة بنياننا المرأة، إذا فسدت نساؤنا سقطت حضارتنا، وقد كان. نساؤنا اليوم فعلن في الأمة مثلما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا. فين أولادنا؟ أين شبابنا؟ ماذا يفعل شبابنا رجالا ونساء؟ تشوف التفحيط والسيارات واللي ماشي على جنبه واللي ماشي وكيف يقتلون والكلام ده. هو دول شبابنا؟ هذه أمة تنتصر بهؤلاء؟ لماذا ضاع شبابنا؟ عشان الأم غير متفرغة، اللي بتربي الولد خدامة، لم تعطيه من الحنان ما تعطيه الأم، ليس عندها من الرأفة والرحمة بالولد مثل ما تفعل الأم. نساؤنا تركنا الثغر خاليا مثلما فعل الرماة يوم أحد. إذا خرجت المرأة في جو من التعدد قبلت التعدد راضية نفسها. ودليل الحديث الذي في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل لك في أختي شقيقتها، في أختها شقيقتها، هل لك في أختي؟ فقال لها: أصنع ماذا؟ قالت: تتزوجها. فقال لها: أو تحبين ذلك؟ فقالت الشاهدة: لست لك بمخلية، وخير من شاركني في خير أختي. أنا مش الوحيدة اللي معاك، أنا يشركنني فيك عدة نسوة، فإذا كان المسألة دي لا أختي شقيقتي أولى بالخير ده. كيف قبلت أن تكون أختها شقيقتها زوجة لزوجها لولا أنها رأت المجتمع وقالت وعللت، قالت: لست لك بمخلية، مش أنا الوحيدة اللي معاك، أنا لست خالية من زوجة أخرى معي، لست لك بمخلية، وخير من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي في حجر. فقالت له: إننا علمنا أنك ستنكح درة بنت أبي سلمة. قال: أنكح بنت أم سلمة اللي هي زوجته يعني؟ قالت: نعم، بلغنا هذا. فقال: لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي، فإن ثويبة اللي كانت عند أبي لهب يعني لما اعتقها لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ثويبة أرضعتني وأباها، أرضعته مع أبي سلمة اللي هو أبو درة بنت أبي سلمة اللي هي بنت أم سلمة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ربيبة النبي. قال: لو لم يمنعني أنها ربيبة يمنعني أن أباها كان أخي في الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أو ده مثال واضح جدا أن أم حبيبة رضيت أن تكون أختها شقيقتها زوجة معها تشاركها زوجها. فالمجتمع إذا خرج هذا المجتمع كان فيه مثل هذا مما يساعد المرأة نفسيا أن تقبل مثل هذا، عملا بالمثل أو بيت الشعر القائل الذي قالته الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. كل بيت فيه مصيبة، واللي يشوف مصيبة غيره تهون مصيبته عليه. هو ده معنى الكلام يعني. ده بيت ده فيه مصيبة وده فيه مصيبة وده فيه مصيبة، اللي عنده مصيبة يقول ده فلان عنده وفلان عنده، فبيقوم يتأسى بمصائب الناس. كذلك المرأة إذا خرجت في جو من مثل هذا سهل عليها أن تقبل
مثل هذا. واعتقد ان الضرب في الميت حرام وكفايه علينا كده. يعني ما فيش داعي ان احنا ان احنا ندي يعني كلام اخر، لكن ممكن في اثناء الكلام ممكن نتطرق اذا جاء يعني مناسبه للكلام نتطرق الى ذكر شيء من هذا وهذا. واسال الله تبارك وتعالى ان يهدي المسلمين والمسلمات الى اتباع شرع الله والرضا به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. وانا عايز كلام خفيف على النساء، يعني انا برضو اعذرت وقلت انا ما بدعوش للقصه،